عالسلامة، مرحبا بكم. إن شاء الله يا ربي الناس الكل تكونوا في ألف خير. اليوم جيتكم بطبارة جديدة باش نعملوا نواصر باللحم البقري بنينة على الآخر، وباش نعملوا خبز مبسس. بالنسبة للفيديو هذايا صورته عندي مدة الحقيقة، ونسيت ما عملتلوش، مسجلتش الصوت معناتها، وليت قلت خليني نهبطه لكم. إن شاء الله يا ربي نلقى تفاعل يعني منكم، وتشجعوني بلايك واشتراك، وما تنسوش تحطوا لي تعليق، وإن شاء الله ربي يفرحكم، وإن شاء الله ربي يسعد الناس الكل. باهي بالنسبة للنواصر، أنا نحط فيها بالنسبة للخضرة نحط فيها كان سفناريا والبصل والحمص فقط. هذاك اللحم البقري، وعندي فلفل أحمر مكوش، هريسة عربي، وطماطم معجونة، بالطبيعة لفاحات فلفل أحمر، تابل وكروية، كركم، ملح، وزيت نباتي. هذيا النواصر دياري ماهيش متاع الباكوات، تعجبني على الآخر وتجي بنينة برشا. بالنسبة للصوص متاع النواصر نحط الزيت مقدار 200 مليلتر ولا 250 مليلتر هكاكا، زيت نباتي. ونحط فيه الفلفل هذايا الأحمر ياسر يبنن النواصر بصفة غريبة، هو والكسكسي زادا كيف نحطو في الكسكسي ياسر يبنوا. قليته بعد نحيته، حطيت البصلة بعد ما قصيتها، حطيتها تتقلى، وبعد باش نزيد اللحم. ما ننساوش نصليو على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حطيت الحمص، وتوا باش نحط لفاحات. حطيت مغرفتين طماطم معجونة، مغرفة هريسة عربي، نصف مغرفة تابل وكروية، نصف مغرفة كركم. وبالنسبة للملح باش نحطه بعد ما نمرق، خاطر الملح كي تحطه ديريكت على اللحم والا على الحمص يخليه ما يطيبش فيه صح، يبطى في الطياب. بالطبيعة باش نمرق بالماء السخون. كما قلت لكم أنا النواصر ما نحبش فيها ياسر خضرة، ما عدا السفناري الجزر فقط والحمص. هنا بعد ما حطيت الخضرة متاعي، زدت مغرفة مش معبية ملح. بالنسبة للملح كل واحد كيفاش يحب، اللي يحب ناقص ملح واللي يحب بالضبط. بالنسبة لي أنا نحط مغرفة متاع ماكلة ناقصة شوية تجيني بالضبط. بالنسبة للنواصر لهنا زدتها شوية زيت باش نفركها بيدي باش ما تلصقش في بعضها وقت تتفور. ومن بعد كيف تتفور الصلصة كل مرة نسقيها، نحطها بالطبيعة تتفور شوية قبل ما نحط لها الصوص، ومن بعد نبدأ نسقي فيها كل مرة نصب لها شوي صوص حتى لين تطيب. جات بنينة على الآخر، نودكم ولا نشهيكم. هاي دبارة، ما يسالش احنا ناخذوا أفكار من عند بعضنا ونعاونوكم باش تاخذوا دبارة. هذه النواصر بعد ما طابت. إذا كان وصلتوا معايا لهنا نتمنى انكم تحطوا لي لايك، خاطر اللايكات ياسر طايحة. حطوا لي لايك على الفيديو واشتركوا في القناة. باش نعملوا زادا مع بعضنا خبز مبسس. بصراحة بنته وحدها الخبز المبسس سورتو في الدار ياسر بنين. حبيت نوريكم شنو طيبت. شربة شعير، كعبات بريك، عملت معاهم زادا سلطة مشوية، ما في بالي صورتها ما صورتش. بالنسبة للخبز المبسس باش نستحقوا نفس الكمية فرينة نفسها سميد أرطب بالطبيعة. أنا تقريبا هذيك الكل رطل عليهم ساشي خميرة خبز، مغرفة صغيرة سكر، 3 ملاعق زيت زيتونة، ولفاحات متاع الخبز، وماء دافي بالطبيعة، والملح. لهنا حطيت ساشية الخبز حليتها في كاس ماء دافي باش نزيدها مغرفة صغيرة سكر. السكر علاش نحطوا السكر في الخميرة والماء، خاطر يساعد الخميرة باش تتفاعل فيسع. الملح نحطوه على الفرينة والسميد. وتوا باش نصب الماء اللي بالخميرة، باش نصب ساعة زيت الزيتونة كيما قلت لكم 3 مغارف زيت زيتونة.
ياسر يفوّح زيت الزيتونة الخبز. الخبز باش يجيكم مبسّس، يعني الزيت نحطوه direct على الفرينة والسميد ونبداو نحركوا فيه بيدينا هكاكا. لهنا زدت شوية كركم باش يعطينا اللون الأصفر مزيان في الخبز. لهنا حطيت لفّاحات، شوية لفّاحات نحطوها في العجينة، ونبدأ كل مرة نصب شوية ماء دافي ونعجن. العجينة ما نعملوهاش كاسحة، نعملوها طرية شوي باش الخبز يجيكم طري. حاولوا تعجنوها بالباهي بالباهي ونخلوها ترتاح تقريبا ساعة. لهنا دهنت يدي بالزيت، وندهن العجينة زادة بشوية زيت ونحطها في ساشيه ونخليها تخمر على روحها. توا بعد ما خمر الخبز باش نحطه في طبق ونحطه في الفور. أنا الخبز نحل عليه من اللوطة من فوق، خاطر الخبز يحب السخانة معناها، وبالطبيعة تتفقدوه يعني ما تغفلوش عليه باش ما يتحرقلكمش. لهنا حطيت العجينة في الطبق باش نحلها بيدي على كبر الطبق متاعي، و وزينتها أنا زدتها شوية زيتون ولفاحات يعني متاع الخبز، ودهنتها بأصفر بيضة مع شوية حليب باش يجي لونها مزيان. بعد ما حليتها نسيت باش نقول لكم راني خليتها ترتاح شوية تقريبًا 5 دقايق أخرين، ومن بعد هنا باش ندهنها بالأصفر متاع البيض والحليب. والله معناها بالحق الخبز جا ياسر فاوح وريحته بنينة على الآخر، والأولاد عجبهم ما شاء الله ياكلوا فيه يعني قبل قبل العشاء. هنا حطيت عليه شوية زيتون أخضر وأكحل، وبالطبيعة الفرن نسخنوها قبل ما نحطوا الخبز. هذايا الخبز متاعي بعد ما حضر. نتمنى لو عجبكم فيديو اليوم ما تنسونيش تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناة، خاطر 80% من اللي يتفرجوا فيا ما همش حاطين ابوني. نتمنى فضلا وليس امرا ندلل عليكم، ادخلوا وشجعوني حطوا ابوني والا سبسكرايب، وما تنسوش تحطوا لي اللايك. حبيت نوريكم الخبز من داخل كيفاش جاء، ما شاء الله روعة. توا تقريبا وصلت لاخر الفيديو. نخليكم في امان الله وحفظه، وان شاء الله نتقابلوا في فيديوهات قادمة باذن الله، وبسلامة.